عايز أقول معنى مهم قوي في أول الحلقة دي. القرآن أنصف موسى عليه السلام. اللي أنصف سيدنا موسى القرآن. ليه أنا بقول الكلام ده؟ على فكرة يا جماعة، في علماء كتير في الغرب بيقولوا لا وجود أصلا لشخصية موسى تاريخيا. يعني فرويد، ممكن تتخيل ان فرويد نفسه هو من ضمن الناس اللي كتبوا وقالوا موسى أسطورة لا وجود لها. ليه بيقول الكلام ده؟ بيقول لك بص على جدران المعابد بتاعة الفراعنة في مصر لن تجد أي أثر لموسى. وبعدين أنت بتقول إن موسى طلع هو وبني إسرائيل إلى التيه في سيناء وإلى الأردن، ملوش أي أثر هناك. معقولة 600 ألف بلا أي أثار، وبعدين معقولة واجه فرعون وكل ده بلا أي أثار؟ غير ثابت تاريخيا، شخصية أسطورية غير موجودة. ده مش كلامي، ده كلام فرويد. أصل في ناس يا جماعة، أنا عمال أأكد ده كلام فرويد، في ناس بتاخد كلامي وتقص حتة منه زي على نظام ولا تقربوا الصلاة، ويطلع ويقول ده قال النبي مش ناجح، ده قال كذا، ده قال كذا، ده حسبي الله ونعم الوكيل في الطريقة دي، لأنها لا طريق ولا تجوز، وحرام إنك تفتري كلام ما تقالش. فأنا عمال أأكد كلامي، وربنا يستر بقى برضه يتاخد حتت وتتقطع حتت، لكن ربنا المستعان. إنما الفكرة دي، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يا سلام على أدبك يا سيدنا موسى، يا سلام على صبرك. ليك حق يا رسول الله، كل ما حد يأذيك تقوم قايل رحم الله أخي موسى، لقد ابتلي من أكثر من ذلك فصبر. يعني شاف أكثر من كده. النبي كل ما يواسي نفسه يواسي نفسه بسيدنا موسى، فسيدنا موسى صبر عليهم. أعوذ بالله، عايز يقول لهم أنتوا جاهلين، أنتوا جهلة، بس مش عايز يقولها لهم إلا بطريقة النبوة اللي كلها أدب. يا سلام يا جماعة، انتقوا الألفاظ للناس. يعني هم شوف بيقولوا إيه وسيدنا موسى بيرد إيه. في بعض دعاة للأسف، دعاة يشتموا الناس على أخطائهم ويصيبوا الناس بأخطائهم، ويصيبوا دعاة زيهم ويتهموهم ويبطروا كلامهم وياخدوا حتة من كلامهم ويسيئوا الباقي. الله أعلم لأسباب إيه، لكن في الآخر شوف طريقة دول، وشوف أدب سيدنا موسى مع ناس في منتهى الجهل غلطانين بجد. يا ريت نتعلم من سيدنا موسى، نتعلم الأدب من سيدنا موسى. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبس علشان أعوض بعض هذا الكلام، ومفيش حد بيعمل عمل إلا بعد ما يخلصه يقول يا ريتني ظبطت، يا ريتني زودت، يا ريتني عدلت، يا ريتني ما قلت. ولذلك يا جماعة، الناس اللي بتظلمنا أو تفتري علينا أو تاخد كلمة وتتشنج وتطلع وتقول ده قال وقال وقال، يا جماعة الرحمة بالناس، احنا بشر، مفيش حد إلا وبيقول، وساعات يغلط ويعتذر، لكن الظلم وحش والافتراء وحش. فهذا النقد ومثله بقى، انت نسيت تقول كذا، انت ما اديتش القصة كذا حقها. احنا لازم بنغلط وبنعتذر عن اخطائنا. احنا ناس نعرف ان الاعتذار وكلمة اسف وكلمة انا اخطأت كلمة بتزود ما بتنقص، بس الافتراء واختيار الكلمات والتشنج حواليها حرام وظلم. تعالت موسى يواجه فرعون، كانت الموازنة بين الشجاعة وبين الحكمة. شوف القرآن بيتكلم عن الشجاعة، فيجي شاب من الشباب ويقول أنا بقى بقلد القرآن الشجاعة. لا، كمل بقى، كمل. صحيح اتكلم عن الشجاعة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، بس كمل. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إزاي يبقى عندك التوازن ده بين الحكمة، بين الأدب، بين إزاي تعامل الناس برفق، بين ازاي يكون ما انتش تبقى متشنج او شتام تقول ما هو الشجاعة وكلمة الحق فتروح تشتم الناس و زي ما بيعمل بعض الناس، وللأسف بعض العلماء والدعاة ويشتموا علماء ودعاة تحت بند كلمة الحق. لا، فقول له، وربنا بيقولها لمين؟ بيقولها لسيدنا موسى، يقولها لفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. فقول له قولا لينا. فاكرين الفكرة دي؟ كانت فكرة مهمة قوي. التقيت بالدكتور راتب النابلسي، وهو من العلماء الشام المخلصين الجمال. الدكتور راتب النابلسي بيقول إذا وجدت عالم يشتم داعية أو عالم آخر فاعلم أنه مدخول النية، يعمل لنفسه لا لله، لأن الله يقول فقول عن فرعون فقول له قولا لينا. يبقى مهما يا جماعة، جميل قوي 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 المعنى الكبير دون، معنى الشجاعة والحكمة. يا سلام.